ومعايا دلوقتي كمان الفنانه مارتينا عادل منورانا على قناه سرمد السعوديه. يعني مهرجان المسرح التجريبي مهرجان قديم، الدوره 31، وانتي متخرجه من فنون مسرحيه، فالمسرح عندك حب وعشق وممثله شاطره جدا. الاول كلميني عن ذكرياتك في المهرجان التجريبي، اكيد شاركت في دوره من الدورات. الاول اهلا بيكم منورين، مبسوطه ان انا معاك جدا. المهرجان التجريبي شاركت فيه في دوره قبل كده بعرض الطوق الاسوره اخراج استاذ نصر عبد المنعم. كانت دوره مهمه جدا وكان وجودنا ممتع جدا. المهرجان التجريبي من اهم المهرجانات ومن المهرجانات اللي موجوده بقوه من زمان يعني في مصر، وهي ملتقى ممتع جدا للمسرحيين وللفنانين انسانيا ومسرحيا. بنتقابل فيها مع كل اشقائنا واصدقائنا وبنشوف ثقافات تانية بقى، وبنتعامل مع عروض اخرى، فبنشوف ابداع موازي وموجود. فهي مهرجان من اهم المهرجانات اللي قولي لي بقى، يعني بنشوف منافسه شرسه ما بين ممثلاتنا الحلوين. يعني انا بعتبرك من اجمل الممثلات في مصر، وكمان خريجه فنون مسرحيه، فانت بالنسبه لي يعني تاخدي ختم الجوده. يعني ممثله قعدتي 4 سنين عشان تبقي ممثله. عندنا اسماء جلال، عندنا ايه سماح، عندنا لا بقينا هليود بجد. الحمد لله. احنا حقيقي احنا بناتنا حلوين قوي على فكره وشاطرين جدا وما شاء الله، ودايما في زياده. بس كل واحد بيبقى ليه الطابع بتاعه، كل واحد ليه بصمته، وده اللي بيثبتوه في شغلهم وده اللي بيثبتوه في اعمالهم. فيا رب دايما كده نبقى يعني الطابع بتاعك. الطابع بتاعي لا، مش انا اللي هحدده. لا ده الذوق الاخر كده. يعني والله بص، يعني عندنا نتميز بالشياكه والجمال والاناقه. ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك. لا بص، هقول لك على حاجه. انا بحب المسرح وبحب السينما وبحب الدراما، بحب التمثيل، بحب الفن. فبالتالي كل ما بتكون في فرصه لائقه يعني ايه لائقه؟ يعني لائقه يعني حاجه محترمه كده لما نتفرج عليها. عندك خطوط حمراء؟ لا ما اقصدش انت خدت المعنى ده لا، هو كل واحد عنده خطوط حمراء على فكره، حتى اللي احنا فاكرين ان دي مش خطوط هو عنده خطوط في حاجات تانية. فالخطوط الحمراء دي الليميتس بتاعتنا اللي احنا كلنا بنحطها. واحده تقول لك مثلا ما البسش مايو، ما البسش كاش مايو، ما البسش مش عارف ايه. هو الفكره انت بتقدم. هقول لك على حاجه، بلبس مايو في البحر. عايزه اسالك سؤال، انت هتقدم ايه ازاي؟ ما انت ممكن تكون واحده واقفه يعني لابسه كل حاجه وتعمل رياكشن بعينيها، تعمل رياكشن بشفايفها، تعمل رياكشن بنص وشها. عملت اكتر اللي مشيت من غير حاجه خالص عاملاه. فهو انا ممكن اضحك عليك واقول لك بص ده ما فيش حاجه، وتيجي تلاقي كل حاجه. فهي بتبقى انت ازاي بتقدم الحاجه. تعالى نفكر الجمهور بابرز دور ليكي. احلام عمر افندي دلوقتي ولا قبل كده؟ خلينا اول نتكلم عن عمر افندي، خصوصا هو عامل الحمد لله. لا عمر افندي الحمد لله واخد رد فعل هايل ويخض يعني، فاهم؟ فانا مبسوطه جدا بالمشاركه، كان شيء يشرفني جدا وسعيده ان انا كنت في هذا العمل، ولسه مكمل يعني، لسه فاضل 5 حلقات. ايه اكتر حاجه شهرتك عند الناس؟ والله انا شايفه ان كل حاجه بيبقى ليها طعمها، بس عمر افندي ليه طعم مختلف تماما، والناس متابعه بشكل، والسوشيال ميديا والناس كلها بتتكلم عنه. فانا برضو ما ينفعش انت تسالني، انا ما اعرفش، انا مش التقييم، بس انا مبسوطه بالمسلسل ومبسوطه جدا بمشاركتي فيه ومبسوطه بالشغل مع الناس دي كلها. شايفه بقى التطور الكبير السعودي في الدراما وفي المسرح وفي السينما، ويعني شايفاه ازاي؟ شيء مبهر طبعا، ده شيء مبهر جدا ومفاجئ وتطور رهيب وفي وقت قليل، وفي نهضه بتحصل هناك في السعوديه. فانا طبعا ببارك لهم جدا جدا جدا. طبعا عامل نهضه في المسرح وفي الفن وفي الثقافه عموما، ويا رب دايما في زياده في زياده في زياده. تتمني تشتغلي حاجه في السعوديه؟ اكيد طبعا اكيد طبعا، يشرفني واتمنى اكيد طبعا. طيب قولي لي بقى، بما ان موسم الساحل خلص وانت اكيد ما رحتيش الساحل، باين عليكي. لا ما رحتش الساحل. ما معكيش فلوس؟ كنت بصور. ولا معكيش فلوس؟ الاثنين انا من هواة دهب مش الساحل، يعني دهب بقى، نويبع، طابة، الاجواء دي. يعني خلاص كده. الفقيره الحاجات اللي هي فلوسها قليله. ما بقتش فقيره والله
لا تصرفي. انت بتقول لي معكش فلوس، فقلت اعترف بقى، انا لسه ههزر واقول لك لسه. انا لا، هو عشان فلوسها ليا. طب بس اقسم بالله ان البحر الاحمر مود مختلف مود لا يقارن. بالظبط. انا عشان كده انا من عشاق البحر الاحمر والطبيعه بتاعته. يعني انا بحس ان الساحل شويه في صنعه، مصنوع شويه في يلا نسهر يلا، لكن عايز بقى تريلاكس، عايز تتفرج على طبيعه ربنا حتى الميه في البحر الاحمر ما تقعدش تضرب، لا هاديه كده. انت انا بحط النضاره السنوركلينج وانا بقى والسمك مع بعض. طب انت لما رحت صيفتي السنه دي صرفتي كام بصراحه؟ لا دفعت كتير. قولي لي السر. ما انا قاعده هنا عشان قلت اخلص اعمل بس شويه فلوس اروح اضيعها هناك. يعني انت لما رحتي دهب ولا نويبع صرفتي مثلا 10 15000 ولا اكتر؟ ما هو بص، ما هو انت بص، جمال مصر ايه بقى؟ ان انت تعرف تتبسط بال 20000 وتعرف تتبسط بال 200 جنيه. هتروح بيهم فين ازاي؟ رحتي فين طيب؟ ولا حاجه، بقعد في نونوز على البحر كده، اشرب قهوه ونسكافيه وانزل اخد غطس واطلع تاني ومني للبحر. يعني انت ما صرفتيش كلها قصه. لا الحمد لله يعني. بخيله. لا لا على فكره اتبسطي، ما هو انت المفروض تتبسطي باقل حاجه. ايوه ده حقيقي. هو فكره المهم ان انت تتبسط ازاي، مش بكام. ده الفرق، انت تتبسط ومع مين. وانت ممكن تكون في احلى حته في الدنيا بس مش مبسوط، فالسعاده انت اللي بتصنعها. انت متجوزه ولا لسه ما اتجوزتيش؟ لسه متجوزه. طب مواصفات، يعني دلوقتي والله كنت بعمل لقاء مع ملكه جمال مصر من يوم، بتقول لي انا عاوزه حد يكون معاه 30 مليون جنيه. انت عاوزه 30 مليون جنيه ولا 30000 ولا تبقي حد بتحبيه ومبسوطه معاه خالص؟ 30 مليون يكفوا؟ 30 مليون دول هيكفوا؟ حاسه ان هم ما بقوش كتير يعني. يعني انت كمان عاوزه 30 مليون ولا 40؟ بس اقول لك حاجه، 50 مليون. لا خلينا نتكلم بجد. الحياه، الشراكه دي، البيت والاسره والشراكه دي لا تقدر بمال. ممكن يكون معاه ملايين الدنيا بس انا مش سعيد انا مش سعيده معاه او هو مش سعيد معايا. انا بكلمك على مواصفات الماليه. يعني اكيد طبعا مش هتتجوزي واحد مثلا عادي في العمرانيه ولا محتاجه. لا العمرانيه، يا ده انا عشت كتير قوي في المعهد في العمرانيه، فكفايه عمرانيه. مش هقدر اقعد في العمرانيه. عايزه بيت صغير. بص انت خدت الحوار كله في حته، وهو اصلا مفيش اكتر منهم، وانا عرسان انا موقفها دلوقتي. احنا بنركز يا جماعه على عرسانه. احنا هنقول لكم السر دلوقتي. انا مش هتلاقوا داخله، مش هتلاقوا. طب يعني انت دلوقتي جالك العريس لازم يكون عنده شقه في زايد وشاليه انت لازم انت اللي تختاري. طبعا يعني يجي لي عريس، ما انا بيجي لي 60000 عريس، هعمل بيه ايه يعني انا ضد او مش ضد، هي بتبقى اراء واذواق. انا ما اعرفش الاقي حد كده الله. طب ايه؟ اصل انت عشان تعرف الشخص ده لازم تبقى عرفته شويه بالصدفه. لو لقيتي حد بس على قده، على قد حاله بصراحه، يدور على واحده على قد حالها.